السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل الصابون السائل مع بعض. هنعمله ازاي؟ هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وجميل وبينضف وكل حاجة. مش هترضي تشتري تاني صابون من بتوع المنظفات تاني خالص. حرفيا الصابون اللي هتعمليه بايديكي بتاع النهارده اللي هينضف معاكي كل حاجة وهيسهل معاكي كل حاجة. حرفيا انت مش هتشتري صابون تاني خالص من بره. بص الرغوه عامله ازاي وتحفه وجميل في النظافه، مش قادره اقولك، وهيديكي لمعه تحفه. انا كده حطيت الليفه في قلب الصابون ونزلت على الرخامه بتاعتي كده بديها ايه دعكه بسيطه قوي. يعني زي ما انتوا شايفين كده انا يا دوبك بمشي ايدي كده بس على الرخام، وهتشوفي اللمعه بتاعت الرخامه دلوقتي هتبقى شكلها عامل ازاي. حرفيا هيخلي كل حاجه معاكي النهارده زي المرايه. بصوا جميل وتحفه. عاوزه اقول لكم انتوا بعد كده مش هتقدروا تشتروا تاني منظفات من الصابون من بتاع المنظفات تاني، وكل المكونات اللي عندك هتبقى عندك في قلب المطبخ. يعني كمان مش هيكلفك حاجه، وهيعمل لك 8 كيلو صابون هيقعد معاكي شهرين. بصوا الجمال، بصوا اللمعه، حاجه كده الله اكبر تحفه. اي حاجه النهارده هتعمليها بالصابون ده حرفيا هيلمع معاكي، هيخلي كل حاجه معاكي زي المرايه، ومن غير مجهود ومن غير دعك من غير اي حاجه. بص الحوض بتاعي كان نضيف بس ما كانش فيه لمعه حلوه. دلوقتي بقى الصابون ده هيخلي معانا الحوض زي ما يكونه مرايه، كانه معاكي مرايه. بصوا انا نزلت بالليفه بتاعتي كده بس وبديها ايه الدعكه شمال ويمين، حاجات بسيطه خالص، مش بدعك دعك. انا يا دوبك بس بمشي ايدي كده اهو شمال ويمين. واتفرجوا بقى على الرغوه اللي هي نازله من الايه من الصابون، برغم ان المفروض انت ما تستعمليش الصابون في وقتها. لا انا حبيت اجربه لكم واوريكم قد ايه الرغوه بتاعته جميله جدا، وقد ايه هو بينظف معانا وبيخلي كل معانا حاجه زي المرايه. بيخلي كل حاجه معانا زي المرايه. شايفين عامل ازاي؟ تحفه حرفيا. بصوا هتلاقي كل حاجه معاكم بتبرق، حتى الحنفيه كانك مشتريها جديد. بص انا كل حاجه بمشي ايدي بس كده على الحنفيه، ما بدعكش ولا بعمل اي حاجه، انا يا دوبك بمشي ايديا كده بس. بص الحنفيه نورت، حرفيا نورت. انت تشوفي وشك في قلبي وانت واقفه. وتعالى اوريكم كمان في البوتاجاز، بيخلي البوتاجاز معاكي بيبرق بيلمع كده، حاجه كده قمر. اهو البوتاجاز عندي كان فاير عليه شويه قهوه كده. بصي يا دوبك انا بمشي الليفه بس شمال ويمين، انا بلعب والله بلعب، مش بعمل اي حاجه ولا بدعك ولا اي حاجه. هوريكم بقى اللمعه بتاعه البوتاجاز دلوقتي عامله ازاي. قارني بقى الجزئيه دي بالجزئيه اللي جنبها. بصوا جميل. انتوا بعد كده مش هتقتنعوا بالصابون بتاع المنظفات تاني ابدا. حرفيا انت ده هيخلص، قبل ما يخلص هتكوني عامله تاني وتالت ورابع، عشان انت فعلا مش هتقتنعي بالصابون بتاع بره. بصوا اللمعه عامله ازاي. انت مسافه بس ما بتنزلي وتلمعي بيه اي حاجه، بصي بيلمع، بيخلي الحاجه كلها بتطوي كده معاكي. تعالوا بقى نشوف عملنا الصابون التحفه ده ازاي. انا معايا هنا قشور ليمون، كنت الليمون اللي بعصره وباخد منه العصير بتاعه، وكنت باخد القشور كده بحطها في اكياس بتاع التلاجة واحطها في الفريزر. بحوش بقى حبه حلوين كده عشان اعمل بيهم ايه الصابون السائل اللي عندي ده. ما عنديش طيب قشور ليمون، اعصري 8 9 ليمونات وخدي القشر بتاعهم واسلقيه زي ما انا هعمله دلوقتي. هتحطي قد ايه ميه يا زينه؟ انا مليت الازازه دي 3 مرات. الازازه دي كانت عامله قد ايه؟ كانت عامله لتر ونص، تمام كده. المهم ان انت تغطي الليمون بتاعك كده على الاخر عشان كل الميه دي هتنقص، لان هنسيب الليمون نص ساعه على الايه على البوتاجاز، عشان عاوزين خلاصه القشور دي كلها. انا كده حطيت ايه ازازتين ودي الازازه الثالثه. هنعلق على البوتاجاز على القشور دي، هنخليها تغلي غلوتين على نار عاليه، وبعد كده بنوطي البوتاجاز بتاعنا ونخليه نص ساعه لحد ما الميه بتاعتنا دي بتنقص، وبعد كده بتبقى راسيه ايه
على الميه بتاعتها تبقى حلوه مركزه. واهم حاجه تغطي الحله بتاعتك عشان الزيوت الطياره اللي في قلب القشور دي ما تطرش معاكي. وجبت شاشه كده ورحت ايه هصفي بيها القشور بتاعتي دي كويس قوي. الشاشه الحاجه الوحيده اللي مش هتنزل معاكي اي رواسب، حتى مصفى السلك هتنزل معاكي رواسب في قلب الايه، في قلب التصفيه، وانا مش عاوزه اي رواسب في قلب الايه، الميه القشور دي. تمام. النهارده هنعمل الصابون مش عاوزه اي رواسب في قلبها عشان يعيش اكتر، يعني اكتر وقت ممكن. انا بقى احسن حاجه وانسب حاجه ليكي في التصفيه شاشه، ما عنديش شاشه يبقى فانيلا اي حاجه، المهم المصفى هتنزل معاكي رواسب وهتضطري تصفي مره واتنين وتلاته. انا بقى هصفيه كده كويس قوي من الميه اللي في قلب القشور دي زي ما انت شايفه كده. بصي مفيش اي رواسب نازله معانا ازاي. وطبعا القشور دي مش هنرميها، احنا دي هنحطها في كيس وهنحطها في الفريزر عشان اعمل لكم منه معجون تحفه للنظافه. بصي الميه صافيه ازاي، واهم حاجه الميه بتاعت الليمون دي تكون بارده. تمام كده. جبت طبق تاني كده وهنزل ب4 كوبايات مج من الميه. كده تاني كوبايه، كده تالت كوبايه، ادي كده ربع كوبايه. هكملها وارجع لكم تاني. ادي كده ربع كوبايه. هتعملي ايه يا دينا؟ هنعمل حاجه مكان التكسبون. تمام كده. انا معايا هنا 8 معالق من النشا. حرفيا تحفه وجميل، وكل المكونات عندك في قلب المطبخ. يعني عندنا النشا وعندنا الصابون اللي هو بيبقى السايل ده. تمام. انت لو حبيتي تشتري بطاس هتجيبي ب10 جنيه بطاس، وب5 جنيه ملح ليمون، وب5 جنيه كربونات الصوديوم. ما عندكيش صابون سايل هتروحي لبتاع المنظفات هتقولي له عاوزه انضف صابون سايل عندك. ماشي. اهم حاجه الصابون السائل يكون نضيف ويكون حاجه كده بتعمل رغوه وحلو. ما تجيبيش صابون رديء عشان اهم حاجه الرغوه بتاعت الصابون السائل ده. تمام كده. احنا هنستعمل قد ايه صابون؟ هنستعمل 2 كيلو في الكميه بتاعتنا دي. ال2 كيلو دول هيعملوا معاكي 8 كيلو. انا خلاص بقى النشا كده هدوبه كويس قوي. واهم حاجه اي حاجه هتنزليها لازم تدوبيها كويس قوي. مش عاوزين حاجه مكتله ولا حاجه محتحته ولا اي حاجه. عاوزين الصابون السائل بتاعنا كده يبقى ايه، يبقى سايب وما فيهوش اي رواسب. انا دلوقتي كده عملت ايه؟ انا كده قلبت كويس قوي النشا معايا. هنزل بقى ب4 معالق كبار من السكر. ايه ده نشا وسكر يا دينا؟ هو احنا هنعمل ايه؟ هو احنا هنعمل مهلبيه؟ لا احنا بنعمل حاجه مكان التكسبون. تمام كده. وهنقلب بقى النشا بالسكر كويس قوي. اهم حاجه اي حاجه هتنزليها لازم تكون دايبه كويس جدا. عاوزين كل حاجه بتاعتنا تبقى سايله. وبعد كده هحط معلقه ملح ليمون، وما تكتريش ملح الليمون عشان ملح الليمون ما يطفش معاكي الرغوه. طبعا الملح الليمون وكربونات الصوديوم تحفه في النظافه. هتحطي قد ايه كربونات الصوديوم؟ انا هحط معلقتين كبار من كربونات الصوديوم. اول ما هتنزلي كده كربونات الصوديوم هتلاقي معاكي فوران. هتروحي مقلبه بقى كويس قوي الحاجات دي كلها مع بعضها، وهتسيبيها على جنب لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني. خلاص كده اتقلبت كويس قوي. هنسيبها بقى هتعمل زي فوران كده اهوت. هتسيبيها على جنب لحد ما نشوف بقى ايه الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. انا معايا ايه؟ انا معايا البوتاص اللي هو بتاع تسليك البلاعات. تمام كده. هتروحي للراجل بتاع المنظفات هتقولي له عايزه ب10 جنيه بطاس اللي هو عامله زي القشور. طبعا ده تلاقيه كده صابح وحلو عشان يعمل معاكي نتيجه حلوه في الصابون. هتحطي قد ايه ميه من ميه الليمون؟ هنحط نص كوبايه ميه. هتحطي كده نص كوبايه ميه. واهم حاجه يكون الميه بتاعت قشور الليمون دي تكون بارده. هنحط قد ايه بطاس؟ هنحط 5 معالق من البطاس.
امشي بالمكونات بالظبط عشان مفيش حاجه تقل حاجه تكتر، وبعد كده تقولي اصل باظ معايا، اصل هو ما اداش رغوه، اصل لا. امشي بالمكونات بالظبط عشان مفيش حاجه تبوظ معاكي. انا هحط هنا 5 كده معالق من ايه، من البطاطس. وهتقلبيه بقى كويس قوي كده اهوت. وبعد كده هتنزلي بقى على النشا سرسوب، مش هتنزلي مره واحده عشان ما يكلكعش ويحتت معاكي ويبقى كتله واحده، لا هننزل حبه حبه. خلاص كده داب معانا خالص البطاطس زي ما انتوا شايفين. مهم. اهم حاجه بتقلبي كويس قوي لحد ما تدوبي الحاجات دي كلها كويس قوي مع بعضها. وبعد كده هنزل بقى هنا كده سرسوب على الايه، على النشا عشان ما يكلكعش معاكي ولا يحدد. انت اول ما هتنزلي كده بالبطاطس على النشا هتلاقيه زي ما يكون بيستوي. طبعا هنقعد نقلب فيه كويس قوي عشان ما يحددش معاكي ويكلكع. تمام. حتى دلوقتي لو كلكع انا هقولك هنعمل ايه. اهم حاجه بقى تقلبي كويس قوي انه يفك من بعضه كده ويبقى سايل. قلبي كويس قوي لحد ما يفكك من بعضه كده اهوت وما يبقاش محدد ولا مكتل. حتى لو كتل معاكي ولا كلكع انا هقولك دلوقتي هتعملي ايه. عشان الصابون لازم يكون سايب كده وما فيهوش اي ايه قطع ولا اي حتحته ولا اي حاجه. اهم حاجه تقلبيه بقى كويس قوي عشان كله يختلط كده ببعضه. بجد انت هتنبهري بالجمال النظافه والله. اللي هينضف الصابون ده هينضف معاكي حرفيا كل حاجه. تحفه وجميل جدا. انا دلوقتي كده هنزل بالمكونات دي بقى على الميه الايه بتاعت قشور الليمون. وهنقلب بقى كويس قوي. طب يا دينا دلوقتي انا ايدي وجعتني وهو لسه بيحتت ولا لسه مكتل او اي حاجه في قلبي. عشان يبقى صافي وما فيهوش اي تكتلات هتصفي الميه دي في الشاشه اللي انت صفيتي فيها ايه قشور الليمون. تمام. بس بعد ما تقلبيه كويس قوي لو حسيتي اللي هو لسه مكلكع او لسه فيه تكتلات او لسه فيه اي حاجه لازم الصابون بتاعك يكون سايب ما يكونش مكلكع ولا فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجه. هتروحي ماسكه الميه بتاعتك دي وهتجيبي طبق تاني وهتروحي مصفيه فيه الايه الميه دي تاني في قلب الشاشه عشان هتلاقيه بقى نازل صافي ومش هتلاقيه في اي تكتلات ولا فيه اي حاجه. تمام كده. بس بعد ما تكوني قلبتيه كويس قوي عشان يبقى معاكي سايب كده وايه ما يبقاش فيه اي تكتلات عشان يعيش معاكي مدة طويلة وما لا قدر الله ما يبص معاكي ولا حاجة. بس اهم حاجة قلبي بس فيه كويس وانت مش هتحتاجي تصفيه ولا حاجة. انا ما سبتش ولا نقطة في قلب الطبق لان اي حتة في قلب الطبق ده بيعمل رغوة وبينضف كويس قوي. المهم ان انت ما تسيبيش اي حاجة في الاطباق. انا حتى بعد ما خلصت الصابون وحطيته في الجراكن انا مسكت الاطباق دي كلها حطيت فيها ميه ورحت خليت الميه بتاعت الصابون دي هغسل بيها مواعين بكره. يعني ما بنرميش اي حاجه من الصابون ده. ماشي. اهم حاجه بقى في تقليبه كويس او المهم كله يدوب كده مع بعضه ويبقى سايل معاكي. انا هنا بعد ما قلبته كده كويس قوي وخلاص اتقلب كويس قوي مع بعضيه كده وحسيت ان كله فك من بعضه نحط بقى الايه الصابون السايب بتاعنا. هتروحي للراجل بتاع المنظفات هتقولي له انا عاوزه صابون يكون حلو نوعه حلو ويكون بيرغي عشان الصابون معاكي ينجح ويبقى حلو وبيبقى بيرغي حلو معاكي. هتحطي قد ايه؟ هحط 2 كيلو. ال2 كيلو دولت هيعملوا معاكي 8 9 كيلو. تمام كده. اهو ده تاني كيس.
فكانت انت الصابون ده هتعمليه مره واتنين وتلاته والله ما هترضي حتى تجيبي بتاع بره ده. حرفيا بتاع بره ده يا دوبك بس بتغسلي بيه مواعين بالعافيه، اما مش هينضف معاكي ولا هيديكي لمعه ولا هيعمل معاكي اي حاجه. احنا بنكتر بنعمل حاجات مكونات بنخلي فعلا حرفيا كل حاجه معانا بتبرق. تمام. انت بقى بتقلبي بس اهم حاجه كويس كده اهوت، وبعد كده بقى تزودي الميه اللي انت محتاجاها. انت بقى تقولي ده السمك بتاع الصابون ده زي ما انت حابه، حباه تقيل حباه خفيف، انت بقى بنظرك كده انت اللي ايه هتظبطي الميه دي. تمام. انا حطيت قد ايه ميه؟ انا حطيت 5 لتر ميه على كميه الميه اللي انا حطيتها بتاعه ميه الليمون، والميه اللي انا حطيتها في اللي هي عمليه الربط اللي هي ال4 كوبايات. يبقى انا حطيت قد ايه ميه؟ يبقى انا حطيت 8 لتر من الميه. وطبعا بنظرك كده هتشوفي تقيل خفيف، انت هتزودي على حسب نظرك. تمام كده. حباه خفيف هتخففيه، هتحباه تقيل هتسيبيه تقيل، يعني هتحطي له الميه اللي هو المعيار اللي هو الايه المظبوط بتاعك. انا هنا خليته ولا هو خفيف ولا هو تقيل، عشان لما اخد منه اعرف ازود منه، ازود بيه ميه ايه على زي ما انا عاوزه، كاني مشترياه من بره بالظبط. الصابون ده عمل لي قد ايه؟ عمل لي جركرين كبار من اللي هو الجراكن الاربعه ايه رتل. بص هو تحفه وجميل، والسمك بتاعه جميل جدا، وفي النظافه مش قادره اقولك على جماله. طبعا السمك ده زي ما انا اتفقت معاكي السمك بتاعك اللي انت عاوزاه. انا بص عاملاه السمك ده حلو قوي. بص السمك بتاعه عامل ازاي، حاجه كده قمر وتحفه، وحاجات مكونات بسيطه هتعمل معاكي كميه حلوه، وكل ما يخلص هتحبي تعملي مره واتنين وتلاته. بحاجات كنا هنرميها زي قشور الليمون ده كنا هنرميه، وحاجات بسيطه جدا عملنا بيها كميه حلوه من الصابون. شفتوا الجمال والتقل عامل ازاي؟ لو وصلت معايا كده لحد كده في الفيديو اوعي تنسيني في الاشتراك واللايك والكومنت الحلو كده زيكم. وبصوا الجمال، انتوا هتنبهروا من جمال الصابون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.